بما اننا في رمضان ووقت الدراسة، تعالوا نعمل مع بعض النهاردة احلى منظم اقلام بشكل رمضاني. مش بس كده، ده كمان في حامل الموبايل والاول مرة على اليوتيوب، فكرة جديدة وحصرية ومش هتلاقوا زيها بجد على اليوتيوب، واتحداكم لو دورتوا. وحبيت اشارككم الفكرة دي النهاردة لانها مش بس عملية، لكن كمان هتضيف لمسة رمضانية جميلة لمكتبكم. لو عجبتكم بقى الفكرة ما تنسوش تعملوا اللايك واشتراك بالقناة، وكمان كملوا الفيديو للاخر عشان نشوف عملناها ازاي. السلام عليكم ورحمة الله، اهلا بكم في قناتي عالم اسراء دي اي واي. النهارده جايبالكم فكرة جديدة وسهلة جدا وهتفيدكم في رمضان وفي الدراسة. زي ما شفتم في اول الفيديو، من قطعة كرتون ورول مناديل هنعمل احلى منظم اقلام رمضاني بطريقة سهلة وشيك ومن غير رغي كتير. يلا بينا على الادوات. اول حاجة معايا قطعة كرتون مستطيلة للقاعدة باي شكل تحبوه، حابينها مربعة مدورة اي شكل. وكمان هحتاج 2 رول مناديل، وهحتاج كمان ورق كانسون باللون اللي انتوا تحبوه. انا اخترت اللون اللبني والاصفر والفوشيا. وللتزيين بقى هحتاج ورق فوم ملون، وللزق هختار غير ابيض ولزق برايت، تقدروا ان انتوا تبدلوه بمسدس الشمع. وهحتاج مقص وقطر جاهزين. يلا بينا نبدأ التنفيذ. اول حاجة كده هجيبها هي الرول بتاع المناديل، وهبتدي كده بالقطر او المقص اقسمه بالنص. هجيب الاتنين كده واعملهم بالشكل ده، وبقى كده معايا 4 اجزاء متساويين بالشكل ده كده. لو وقفناهم جنب بعض هيبقوا نفس الطول. وطبعا لو في حاجة مش مظبوطة بنقصها بالمقص. هنجيب بقى قطعة الكرتون اللي هتكون قاعدة المنظم دي، وهنجيب كده اللزق البرايت ونبتدي ان احنا نوزع عليها اللزق بشكل متساوي بالشكل ده. وبعد كده نغلفها بقى بورق الكانسون. انا اخترت اللون اللبني ده عشان اغلف القاعدة بتاعتي. هبتدي ان انا احط الكرتونة كده على الورقة، وابتدي ان انا افرغ اي هوا عشان ما يحصلش اي تجاعيد للشكل ويطلع معايا متساوي. هجيب بقى المقص كده وابتدي ان انا اشيل الزوايد كده بالشكل ده. ده كده شكلها بعد ما قصيت الزوايد. والناحية التانية كده قصيت ورقة باللون الأخضر ولزقتها في الظهر عشان أغطي القاعدة تماما وما يكونش فيها أي عيوب، وكده تكون عندنا القاعدة اللي هنبدأ نركب عليها الرولات. وجبت اللون الأصفر والفوشيا ده عشان نغلف الرول. هنا بقى هستخدم الأول اللون الفوشيا ده، وهجيب كده الرول ده كده واحطه على الورقة، وباستخدام مسطرة وقلم رصاص هحدد الطول الأول اللي هحتاجه لحجم الرول. وبعد كده بالمقص وهبتدي ان انا اقصه بالشكل ده. وهنا هنستخدم اللون الفوشيا هعمل منه 2، واللون الأصفر هعمل منه 2 علشان يكون في تناسق في الألوان. بعد ما قصيت الورقة بالشكل ده هجيب بقى الغيرة الأبيض واحطه على الرول بالشكل ده واوزعه بالطريقة دي كده. بعد كده لفيت الورق حوالين الرول بالطريقة دي كده. تقدروا تستخدموا الغيرة الأبيض فقط أو اللزق البرايت، أو ممكن تستخدموا بدل ده كله مسدس الشمع. أنا بالنسبة لي هستخدم البرايت والغيرة الأبيض مع بعض عشان الورق يلزق ويثبت أكتر. أنا في الطريقة الأولى دي كده عملت بالغيرة الأبيض، بس لقيتني بستنى كتير قوي لحد ما الغيرة يثبت مع الورقة. وببتدي ان انا كل شوية احط غيرة وبعد كده الزق الورقة، واخر طرف برضو لزقته كده بالغيرة الابيض. بس كل ده وانا ماسكة الورقة بايدي عشان تثبت اكتر. لقيت الحل الافضل يعني للموضوع ده ان انا الزقه بالبرايت احسن واسهل، وبعد كده اثبت بالغيرة الابيض. اعملوا اللي يعجبكم طبعا في اللزق او طريقة التغليف عموما. هبتدي ان انا كده الاجزاء الزيادة اللي جوه دي كده ابتدي ان انا احط لها غيرة وادخلها لجوه بالشكل ده كده علشان تثبت معايا اكتر. برضو قعدت اثبت بايدي كده لحد ما ثبتت. اللون الاصفر ده بقى عملت فيه العكس، حطيت هنا الغيرة ورجعت قلت لا خلاص انا هعمل بقى اللزق برايت على الرول نفسه، وبعد كده الفها احسن عشان تكون سهلة معايا في التغليف واسرع معايا يعني وكده. بعد كده بقى هلف الورقة على الرول بالشكل ده كده. بجيب الرول والورقة كده وابتدي ان انا اشد الورقة كويس على الرول وبظبطها زي ما انا عايزة. بعد كده بجيب البرايت تاني وببتدي ان انا الزق الطرف ده كده عشان لما اجي اقفلها كده تثبت معايا وتلزق اكتر. وفي الاخر كده في الطرف هحط بقى غيرة كده كويس عشان تثبت معايا اخر طرف في الرول. وده كده شكل الأربعة بعد ما جهزتهم بنفس الطريقة. عملت 2 كده أصفر و2 فوشيا. وعلشان ندي شكل رمضاني أكتر للمنظم هنزين الرولات دي من فوق ومن تحت بشرايط فوم لامع باللون الزهري ده. هجيب كده الشريط وابتدي ان انا اقسمه على 2. هعمل كده اطار للرول من فوق ومن تحت. وهنا عشان معايا الفوم جاهز للزق على طول، ده خطوة هتسهل عليكي جدا وانتي بتظبطي المنظم بتاعك. هتبتدي بقى ان انتي تشدي الورقة دي كده وتبدأي تلزقي الشريط اللامع ده على الرول بالشكل ده، وهتقص اي زيادات. هطبق بقى نفس الشرايط دي من فوق ومن تحت على باقي الرولات بنفس الطريقة.
وده كده شكلهم بعد ما خلصتهم بشرايط الفوم. وعلشان ندي كده شكل رمضاني المنظم اكتر هنعمل النجوم بقى من الفوم الذهبي. هرسم نجمة باترون كده على ورقة وبعدين اطبقها على قطعة من الفوم، او لو مش بنعرف نرسم هنشفها. انا كنت راسمة النجوم دي كده على ورقة، هبتدي ان انا اقص نجمة منهم كده وهطبقها على قطعة من الفوم باللون الذهبي علشان اعمل 4 نجوم. هبتدي ان انا كده بقى بعد ما خلصت ابتدي ان انا اقص النجوم بتاعتي من الفوم عشان ده يبقى شكلها في الاخر. وكده بقى معايا 4 نجوم بالشكل ده كده. هبتدي بقى احطهم على جنب وبعدين بقى هجيب قطعة فوم باللون الفضي عشان اعمل الهلال. طبعا رسمته سهلة وكلنا بنعرف نعملها بالشكل ده، فهنطبقها على الفوم على طول. بس احب اقول لكم بقى ان هو كده الرسمة بتاعته غلط، لازم نعكس الشكل الهلال على الفوم بالشكل ده عشان لما نيجي نقص او نعمل الشكل يطلع معانا الشكل مظبوط. هعمل 2 كده هلال بالشكل ده كده وهجيب بقى المقص وابتدي ان انا اقصهم بالطريقة دي. ولازم ناخد بالنا جدا لما بنيجي نرسم على الفوم ان احنا نعكس الرسمة او نعكس الحروف، عشان كده احنا بنعمل باترون لأي رسمة او اي حرف احنا بنعمله، عشان لما نيجي نعكس الورقة بتاعة الفوم الناحية التانية يبقى الشكل معانا مظبوط. ده كده شكل الهلال بعد ما عملته. هبتدي بقى ان انا اجيب الهلال كده واشيل الورقة اللي من ورا كده عشان ابتدي ان انا الزق الهلال على الرول. هبدأ بقى ان انا احط كده هلال ونجمة على الرول اللي باللون الفوشيا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، والرول التاني اللي باللون الفوشيا هحط برضو هلال ونجمة. وعلى الرول اللي باللون الاصفر هحط نجمة بس. وده كده بقى شكلهم بعد ما زيناهم، بقى شكلهم رمضاني وحلو جدا. بعد ما خلصنا تزيين بقى هنجيب القاعدة اللي جهزناها ونبدأ نثبت عليها رولات باستخدام مسدس الشمع. اول حاجة هاخد الرول واحط شمع على قاعدة الرول من تحت وهحط شمع كويس عشان يثبت، وبعد كده هثبته على القاعدة. هكرر بقى نفس الخطوة مع باقي الرولات، وبين كل واحدة والتانية هحط نقطة شمع من فوق ما بينهم كده عشان تثبت اكتر وعلشان الشكل يطلع متناسق ومنظم. هثبت بقى الاجزاء بالشمع وارجع لكم. وكده المنظم بعد ما ثبته بقى متين وجاهز للخطوة الأخيرة. ودلوقتي هنعمل الجزء المميز جدا في المنظم بتاعنا وهو حامل موبايل. هنجيب كده 3 شرايط من الفوم باللون الزهري ونبدأ كده نلفها رول صغير زي ما شايفين معايا كده. بشيل الورقة وبلف الشريط كده. هنعمل بقى 3 بنفس الطريقة. بعد كده بقى هنلزقهم على القاعدة بمسدس الشمع. ولو انت وصلت معايا للدقيقة دي ونسيتي تعملي اللايك حلو زيك اعملي لي لايك حلو زيك واشتراك بالقناة لو لسه اول مرة بتشوفيني. ولو انت لسه بتتفرجي عليا لحد دلوقتي وما اشتركتيش يا ريت تشتركي في القناة. محتاجين نفعل القناة في اسرع وقت ولسه بدري جدا على ال1000 مشترك، واللايك والاشتراك ببلاش يا بنات، فياريت ما تبخلوش عليا. وزي ما انتوا شايفين كده ثبت الرولات كده على القاعدة بشكل مثلث كده، واحدة ورا و2 قدام بحيث يكونوا حامل قوي للموبايل. بعد كده بقى هنضيف لمسة نهائية للحامل. هنجيب 3 نجوم كده من الفوم الذهبي ونلزقهم على الرولات الصغيرة دي. ودي خطوة اضافية مش لازم تعملوها، بس انا حبيت ان انا اعملها عشان يكون شكلهم متناسق كده مع بقية الشكل. وقبل ما نروح للنتيجة النهائية تعالوا نشوف مع بعض شكل المنظم بعد ما خلصناه. بصوا قد ايه شكله حلو وبسيط وكمان حجمه مناسب جدا. والميزة الجميلة اللي فيه انه مش بس للأقلام، ده كمان تقدروا تحطوا فيه الموبايل وده هيكون مفيد جدا وقت الدراسة. ترى وبكده نكون خلصنا المنظم بتاعنا. وزعت الأقلام كده جواه، بجد شكله حلو جدا وحجمه مناسب، وكمان الهلال والنجمة اللي عليه دول ادوله لمسة رمضانية حلوة جدا جدا. عملنا منظم أقلام رمضاني بأدوات بسيطة جدا ومتوفرة في كل بيت من قطعة كرتون ورول مناديل. وجربت احط الموبايل على الحامل كده وطلع شكله جميل جدا ومفيد جدا جدا. شايفين قد ايه الفكرة سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت عملية ومميزة. وبكده نكون عملنا احلى منظم اقلام وكمان حامل للموبايل. جربوه بنفسكم، ما تنسوش تشاركوني رايكم في التعليقات. لو عجبتكم فكره النهارده ما تنسوش تعملوا لي لايك عشان اعمل لكم افكار جديده اكتر على القناه. لو حابين فكره معينه اعملها لكم في الفيديو اللي جاي قولوا لي في الكومنتات. وما تنسوش تشتركوا في القناه عشان اقدم لكم كل الافكار الجديده وتشوفوها اول باول. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. سلام.